بسم الله، أول حاجة معايا نُص كيلو من الدقيق، هاضيف عليهم معلقتين سكر أو 3 على حسب ما أنتِ بتحبي التحلية، تمام، أنا ضِفت معلقتين من السكر، حابة أنتِ تخلّيهم 3 ما فيش مشكلة، معلقة كبيرة كده من الخميرة يعني باكيت خميرة ورشة من الملح، الكلام ده كله بقى باقلّبه مع بعضه بالشكل ده، وكده المواد الجافة كلّها خلصت، فاضل معايا بس حاجتين، أول حاجة كوباية بقى خليط بين السمنة والزيت، يعني نُصّها سمنة ونُصّها زيت، حاباها كلّها زيت ماشي، حاباها كلّها سمنة ماشي، بس جرّبوا الmix ده على بعضه، الزيت على السمنة بيعمل طعم حلو أوي وتركيبة حلوة كده للعجينة، تمام كده؟ تمام، بس كده هاعمل إيه بقى، هاخد الكلام ده كلّه أبِسّه كويس جدًا، لو ما عندكيش عجّان هتبِسّيه على إيديكِ لحد ما تخلّي الدقيق الأبيض ده كلّه اختفى وما فيش ولا ذرّة كده من الدقيق الأبيض ما عليهاش السمنة والزيت اللي إحنا حاطينهم، تمام؟ تمام، هتعمليهم إزاي، على راحة إيدِك كده وتفضلي تفركي فيهم لحد ما تغلّفي الدقيق كلّه بالسمنة، بعد كده بتجيبي كوباية إلا ربع من المَيّة، حبّاها حليب تمام ما فيش مشكلة بس يكون دافي، وتبدئي تنزلي واحدة، واحدة بالشكل ده لحد ما العجينة تلِم معاكِ، أخدت الكوباية إلا ربع تمام، أخدت نُص كوباية تمام، على حسب ما تاخد منِّك، تمام، هي معايا خدت كوباية إلا ربع والعجينة بُصّوا مش عايزاكم تبالغوا في العجن، يا دوب بس تتلَم وبعد كده تغطّوها ونسيبها تخمر ساعة، بعد كده ده بيبقى شكلها، باخرّجها بقى من البولة وابتدي بقى إيه، أفردها كده واضبّطها عشان أقسمها ل2، أنا عايزاها تكون قطعتين تمام، بُصّوا أهو، هاشيل واحدة وهاستخدم التانية، جِبت الصاج اللي أنا هاستخدمه ده مقاس 30 في 40 دهنته دهنة بسيطة كده من السمنة، وبدأت أفرد فيه الجزء الأولاني بالشكل ده، العجينة سهلة معايا وطرية وحلوة وهتتفرد معايا بسرعة، شايفين سهلة إزاي؟ بجد وفّرت وقت ومجهود كبير جدًا. خلّصت بقى بالشكل ده شايفين، هاروح جايبة بقى ورقة زبدة هنا أو كيس تلاجة افتحيه بيكون مثلًا عاملاه على نفس مقاس الصاج اللي عندكم، معايا ربع كيلو من العجوة، عجنتها بمعلقتين 2 كده من السمنة، وخلّيتها طرية جدًا في إيدي وهابدأ أفردها وسايسيها بالشكل ده، على فكرة أنا عجنتها على البارد ما حطيتهاش على النار، سايسيها أو حطي عليها كمان ورقة تانية من فوق هتتفرد معاكِ بكل سهولة، بعد ما اتفردت باروح حاطاها على العجينة بالشكل ده، سهلة خالص والفكرة بتاعتها ما فيش أسهل منها، أبدأ بقى بُصّوا ورقة الزبدة قبل ما أشيلها أساوي كويس على الصاج بالشكل ده، برضه لو عاملاها بكيس تلاجة هتبقى بنفس الطريقة، وتساوي كويس قبل ما تشيليها، بس كده خلاص تمام، أضبّط بقى الحاجات اللي على الأطراف كده أدخّلها جوّه، وأضبّط بقى الصينية بتاعتي أو الصاج بتاعي، ما فيش أسهل من كده. لو حابة بقى تعمليها سادة برضه هتبقى سهلة جدًا، هتعملي نفس العجينة لكن هتفرديها كلّها في الصاج مش هتحطّي عجوة ولا أي حاجة. نفس ورقة الزبدة هافرد عليها بقى الجزء التاني من العجينة اللي إحنا كنا شايلينه على جنب عشان نحطّه فوق العجوة. شايفين قد إيه سهلة؟ فردتها بإيدي لا نشّابة ولا أي حاجة. ضفتها بقى بالشكل ده، وبدأت بُصّوا أضبّط الدنيا كده قبل ما أشيل، قبل ما تشيلي ورقة الزبدة أو كيس التلاجة ضبّطي الدنيا بتاعتِك كده، وخلّيها الصينية بتاعتِك تكون مضبوطة وكلّه تمام، شايفين أنا عملتها إزاي؟ عشان تطلع معاكِ متساوية، وما يبقاش فيها جزء طالع ولا نازل ولا جزء أتخن من جزء، شايفين؟ بس شِلتها بكل سهولة وأبدأ بقى إيه، أساوي الزيادات والأطراف وبس كده معايا بقت تمام. باروح عاملة إيه بقى، جايبة شوية من الحليب دهنة بيهم الوش بتاعها عشان أرُشّه بالسمسم بالشكل ده، وده طبعًا اختياري بالنسبة لِك، هي كده، كده هتاخد لون في الفرن، لكن أنا دهناها عشان خاطر السمسم يلزق فيها، لو أنتِ مش هتحطّي سمسم ما تدهنيهاش ولا أي حاجة، تمام، يعني ده اختياري السمسم بالنسبة لِك، وأبدأ أطبطب عليه كده عشان يلزق في الحليب وما يطلعش بقى إيه، من العجينة بتاعتي. باجيب سكينة وابتدي أقسمها زي ما أنا عاوزة، أنا هاقسّمها بالشكل ده خطوط بالطول كده وطبعًا هاخدها بالعرض، يعني على حسب بقى إيه، الحجم اللي أنتِ عاوزاه، عاوزاها عريضة، عاوزاها رفيّعة، براحتك خالص، وأروح ماسكة بقى كده إيه بالعرض مقسّماها ل3 بجد بُصّوا قد إيه ما شاء الله الصاج ده 30 في 40 كمية محترمة جدًا، وبعد كده بقى باسيبها 10 دقايق، في الوقت ده باكون سخّنت الفرن على درجة حرارة 180 وباحطها في الرف الوسطاني من تحت بس، أول ما تستوي باشغّل عليها الشواية تاخد لون من فوق، وأول ما بتخرج من الفرن لازم تعيدي على تقطيعها تاني، تمام، وسيبيها بقى تبرد ما تحركيهاش خالص لحد ما تبرد، شايفين الجمال؟ بجد إيه الجمال ده، وإيه السهولة دي، ما خدتش معايا وقت خالص زي ما أنتم شُفتوا كده، وكمان حلوة جدًا من جوّه، العجينة بتاعتها جميلة بُصّوا مضبوطة كده بالضبط، اللي فوق قد اللي تحت والحشو بتاعها مضبوط، ربع كيلو على نُص كيلو الدقيق، ربع كيلو العجوة يعني، بجد مضبوط جدًا، شايفين عاملة إزاي؟ لايك وشير بقى للفيديو لو عجبكم، وبس كده.